يا مساء الفل. كل سنة وهن طيبات، وما تدوروش ورايا في النحو. اسألوا الأستاذ حسين عني، أنا كنت شاطر قد إيه في العربي. فكلهن طيبات. فلما تيجي كده يا أستاذ في يوم المرأة العالمي تقول لمراتك كل سنة وأنت طيبة، ده إذا قلتها لها. ما تقولهاش كل سنة وأنت طيبة يا فلانة، لا، تقول لها كل سنة وأنت طيبة يا، دي نداء للقريب. ست هانم للتعظيم، وست كنوع أنوثة، فيها أنوثة ست. دكتورة أو مهندسة اللقب بين قوسين. مريم، هناء، سماح، دينا، نيفين، هبة، مروة، آيات. صوت ناعم، مش شتوي، الموضوع مش شتوي، ده الصوت اللي حضرتك بتكلم بيه البنات من ورا مراتك، صوت فيه نعومة. فيبقى يا تعظيم للقريب، ست هانم، دكتورة، الاسم بصوت رخيم. اوكي. تاني حاجة، يا بختك، يا سعدك، يا هناك، يا اللي متجوز دكتورة أطفال. ليه؟ اسألوني ليه، أنا أقول لكم. لأن دكتورة الأطفال هتعالج أطفالك ببلاش، هتوفر عليك الأوبر بتاع رايحين للدكتور جايين من الدكتور، هتوفر عليك الفيزيتا. فيا سعدك يا هناك يا اللي مراتك دكتورة أطفال. أو هترتبط بمهندسة هتوسع لك البيت، تهدل لك حيطان، تفتح لك ريسبشن على أوضة، توسع لك البيت ال90 متر اللي أنت مشتريه تخليه لك 150. هي دي المهندسة. يا سعدك يا هناك. ويا بختك يلي امك دعيالك وجوزت مدرسه تشرح لاولادك، توفر عليك دروس خصوصيه، توفر عليك مدرسه وباص، هي تشرح في البيت بعد ما ترجع من الشغل. ويا سعدك يلي تتجوز واحده محاسبه تمسك لك حسابات البيت. اكيد. وطبعا اسماء الستات الحلوه. يا بختك يلي متجوز واحدة مثلا اسمها شيرين، شر وشر 2، انت عندك 2 في البيت. او نرمين، نرم ونرم. او نيفين، نف ونف. او ايفلين، عندك 2 ايفل في البيت، برجين، كأنك رحت فرنسا. شوف الهنا اللي انت فيه. او صابرين، انت صابر وصابر، عندك 2 في البيت ستات. تخيل بقى يلي امك دعيالك واتجوزت واحدة اسمها اسماء، يعني كتير، مفيش اسم محدد، انده زي ما انت عايز، اختار الاسم زي ما انت عايز. شوف الستات مريحين ازاي. فيا بختك يلي مراتك اسمها اسماء. ليه بقى كل الحاجات باسم رجالة؟ ليه الست تدخل كارفور تلاقي ابو فروة؟ ليه مفيش ام فروة او ام ريش؟ ليه ابو فروة بس؟ في حاجة اكيد يعملوها اسمها ام ريش. تدخل تقول للراجل اديني 2 كيلو ام ريش اعملهم لجوزي وولادي، 2 كيلو ام شعر، بلاش ام فروة وام ريش. ليه الست تدخل مطعم تلاقي في المنيو بابا غنوج؟ انت كراجل كرامتك تسمح لك ان مراتك تدخل المطعم لوحدها تشتري بابا غنوج؟ ليه مفيش ماما غنوجة مثلا؟ لاني ست تدخل المحل لوحدها او المطعم تلاقي ام غنوج او ماما غنوج او ماما غنوجة. ما ينفعش تدخل لوحدها تطلب بابا، مش حلوة في حقك. هزرنا خلاص، هزرنا وضحكنا وانبسطنا. كل سنة وكل ستات طيبين. ستات الشقيانة التعبانة اللي متبهدلة في شغلها، ومتبهدلة في المواصلات، ومتبهدلة في الحر، وبيطلع عينيها، وفوق ده كله بتساعد جوزها، وفوق ده كله الراجل فوق ده كله كمان ساعات بيدور على واحدة تكون موظفة علشان تساعده في بيته وعشان تساعده في المصاريف. فكل سنة وهم طيبين، وهم احنا تعبيننا معاهم. فخلينا نقول انه كل واحد يخلي باله في كلامه مع مراته، يخلي باله في تصرفاته، ويخلي باله من اسلوبه معاها. حتى المديرين في الشغل كل واحد يخلي باله من الموظفات الستات، يتعامل معهم بشكل لطيف، ما يزنقش عليهم شويه في المواعيد، ما ياخرهمش في الشغل، ما يتعبهمش.
لانه فعلا بيكونوا مروحين عندهم مجهود تاني اكتر مننا. احنا بنروح ممكن نريح شويه، لكن هي بتروح تذاكر وتغسل وتكنس وتمسح وتعمل الاكل بتاع النهارده وبتاع بكره وبتاع سندوتشات، وبيكون وراها هم كبير. فكل سنه وانتم طيبين ودايما بخير يا رب، ونشوفكم تاني في عيد الام، نعمل لكم تهاني كتير. يلا باي باي.